السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بأحلى متابعين وأخوات ومشاهدين. النهاردة إن شاء الله هنعمل البسكوت المملح بنكهات مختلفة بمكونات بسيطة واقتصادية وعلى قد إيدينا. النهاردة هنعمله من غير ولا بيض ولا لبن ولا سمنة ولا زبدة. معقول يا ولا يطلع بالجمال ده؟ هيطلع رائع جدا ومكونات بسيطة جدا وموجودة عندنا في كل بيت. أحلى بقى سناكس، أحلى بسكوت مملح بنكهات مختلفة ولأولادك بيحبوها تعمليها. أحسن بقى من الشيبسي والحاجات اللي بتشتريها من بره. هنعملها في البيت بحاجات بسيطة جدا، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للناس منها شيء ولا الشيطان منها نصيب، وتقبل اللهم منا بقبول حسن. ولو أول مرة تشوفي قناتي تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش في اللايك الجميل بتاعك والشير لأهلك وأصحابك وحبايبك. شير كتير كتير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن، وتكبروا بيتي الصغير والكل يستفيد منه. بجد الوصفة حلوة جدا وتستاهل التجربة. واقول لكم كمان في الفيديو تقدري تحتفظي بيه يقعد معاكي وقت طويل جدا وهو مقرمش وجميل زي ما هو بالظبط. يلا بينا عشان نشوف الجمال والحلاوة دي اتعملت ازاي. يلا بينا. اول حاجه في المقادير بتاعتي طبعا دي النكهات المختلفه اللي احنا هنستخدمها مع بعض. معايا 4 كوبايات من الدقيق، ومعايا بقى النكهات المختلفه بقى حبه البركه، كمون، ينسون، شمر، زعتر، جبنه رومي، دي ينسون على شمر مطحونين. النكهات كلها اللي انت بتحبيها واولادك بيحبوها تقدري تستخدميها. هنحط النكهات على جنب كده ونبتدي نجهز العجينه بتاعتنا. دي عباره عن 4 كوبايات دقيق متعدد الاستخدامات. هبتدي انزل عليه بمعلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، ومعايا كمان 4 معالق كبار من النشا. النشا دي بتديها كده ايه غير القرمشه بتاعتها، بتحسي فيها زي ذوبان كده زي الباتون ساليه كده، بيبقى طعمها حلو قوي. نزلت ب4 معالق كبار من النشا، نص معلقه صغيره من الملح. دي هتبقى المواد الجافه بتاعتي اللي انا هستخدمها معايا. هقلب بقى الدقيق مع النشا والملح والبيكنج باودر بتاعي. هكتب لكم طبعا المقادير كلها في صندوق الوصف. اللي مش عارف صندوق الوصف بعد العنوان بيبقى فيه كلمة المزيد، بتضغطي عليها بتلاقي صندوق الوصف مكتوب فيه المقادير كلها ان شاء الله. هنبتدي بقى نجهز اللي معايا. انا هستخدم النهارده الميه، مش هتستخدم ولا لبن ولا بيض ولا اي حاجه خالص. لو حابه تستخدمي لبن زي ما انت عايزه. انا حطيت معلقه صغيره من الخميره الفوريه ومعلقه صغيره من السكر، وابتدي اقلب بقى الخميره والسكر بتاعتي لحد ما تبتدي تدوب معايا. قلبت كده لحد ما السكر بتاعي ابتدى يدوب والخميره بتاعتي، طبعا الخميره انا عارفاها ان هي كويسه ونشطه معايا ان استخدمتها قبل كده. نزلت عليها بكوبايه من الزيت، وابتدي اقلب المواد السائله بتاعتي. معايا معلقتين من الجبنه البيضه دوبل كريم او فيتا اللي موجوده عندك، نزلت بيها ودي حاجه اختياري بس بتدي نكهه حلوه قوي. لو مش متاح عندك تقدري تستغني عنها، بس ساعتها بقى هتحطي معلقه كامله من الملح. انا حاطه نص معلقه عشان خاطر الجبنه بتاعتي دي فيها نسبه ملح معايا. هقلب كويس جدا لحد ما الجبنه بتاعتي تدوب في قلب المكونات السائله. هبتدي انزل بالدقيق بتاعي على مراحل كده واحده واحده. حطيت كام معلقه وابتدي اقلب بالمضرب السلك بتاعي كده لحد ما الدقيق بتاعي يبتدي يدوب معايا، وابتدي انزل الكميه واحده بواحده. وصفه سهله وسريعه وما بتاخدش وقت مننا اطلاقا. ولو حاسه المقدار ده كبير عليكي تقدري تستخدمي نصه، او عايزه تعملي تجربه تقدري تستخدمي نص المقدار المعيار بتاعنا وتعملي نص الكميه. هبتدي انزل كميه كميه من الدقيق واقلب كده واحده واحده. وانا حابه استخدم كمان معاه رشه فلفل اسمر كده، حطيت ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وابتدي اقلب. اي توابل اي نكهات بتحبي تضيفيها تقدري تضيفيها معانا، كله متاح بالنسبه لك. الاولاد اللي بيحبوا تقدري تعمليها. سناكس بقى خفيفه كده، حاجه لاولادنا بيحبوا نص الليل او اي وقت عايزين ياكلوا حاجات افضل من الشيبسي والحاجات اللي بيشتروها من بره. على الاقل احنا بنعمل لهم حاجات احنا عارفين احنا بنحط فيها ايه. كفايه كده على المضرب السلك بتاعي، وابتدي اشتغل بالسباتشوله بتاعتي. عايزه اقول لكم العجينه كانت حلوه جدا، مش محتاجه حتى عجن بالايد ولا تعب ولا مجهود. هبتدي اقلب لحد ما الدقيق بتاعي خالص يختفي في معايا. زي ما انتم شايفين طريقه سهله جدا، ما خدتش مننا وقت خالص ولا مجهود ولا كلفتنا اي حاجه خالص. هبتدي اقلب معايا كده العجينه بتاعتي. وعايزه اقول لكم العجينه دي بقى هقول لك ازاي تقدري تكتشفي حسب نوع الدقيق طبعا السوائل بتاعتنا. انا طبعا في الاول غلطانه، انا حطيت الكوبايه كلها بتاعه الميه. كنت المفروض حطيت نص او كوبايه الا ربع حسب نوع الدقيق بتاعي. انا حسيت ان الدقيق بتاعي المره دي كان ايه اللي ايه كان ما كانش محتاج السوائل دي كلها. فقلبت معايا حسيت العجينه طريه معايا زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. هبتدي احط ايه معلقه دقيق كمان، واقلب كده بايديا كده واحس العجينه بايديا. شوفيها محتاجه لو انا مش عايزاها تكون طريه، انا عايزاها تكون متماسكه وماسكه نفسها كده شويه.
شايفين زي ما معايا كده بقت كويسه معايا. انا ريحت العجينه من 10 دقائق لربع ساعه، لان طبعا احنا حاطين بيكنج باودر وخميره في العجينه. قسمي بقى حسب نكهاتك الاطعام بتاعتك اللي انت بتحبيها. انا قسمتها طبعا لاربع اطعام. بس في الجزء الكبير خدت بعد كده جزء اللي هو بالجبنه الرومي، بنتي بتحبه جدا. جيبي قطعه جبنه رومي واضربيها في المطحنه بتاعه الخلاط او تكون ناعمه خالص. وحطيت معلقتين من الجبنه الرومي على جزء من العجينه زي ما انتم شايفين كده، وشلتها على جنب. الجزء التاني معايا شمر وينسون مطحونين، هبتدي انزلهم في قلب العجينه بتاعتي واخلطهم لحد ما تتجانس معايا كويس قوي. يعني انتي دخلي الاطعام في قلب العجينه عشان تبقى ايه، كل الاعشاب اللي انتي حطاها فيها تكون اختلطت معاه كويس جدا. ده تاني واحد. تالت واحد انا حبيت استخدم فيه، طبعا لو عايزه تغيري في اللون بتاعه هقولك تغيري ازاي. انا جبت كده رشه من الكمون وحطيت عليها معلقه من البابريكا، تديها لون حلو كمان، يعني غير ان هي الطعم كمان والفايده. البابريكا هتديها لون احمر كده حلو معانا في العجينه او في السناكس بتاعنا، هيدينا شكل حلو كمان، يبقى مختلف لاولادنا. النكهه الرابعه اللي انا هسيبها اعملها بالزعتر، مش هحط الزعتر دلوقتي، هقول لكم هحطه امتى. انا طبعا اللي عليها الشمر واليانسون دي حبيت اغير في لونها كمان، ضفت عليها معلقه من الكركم وقلبتها كويس لحد ما اتشربت اللون مع العجينه بتاعتي. كده الاربع نكهات بتوعتي جاهزه معايا. هبتدي اشيلهم على جنب وهبتدي افرد معايا فرد عشوائي، يعني حطيت مفرش سيليكون كده ومسكت اول واحده معايا وفردتها فرد عشوائي. افرديها بقى بالمردانه بتاعتك، انا عايزاها فرد اي حاجه لان هقول لكم هنعمل ايه. هفردها فرده كده على شكل مستطيل وهبتدي ابرمها على شكل اسطوانه، عشان الحركه اللي انا عملتها دي اسطوانه، ورجعي طبقيها تاني على 3 او 4. الحركه دي بتديلك العجينه بتاعتك تخليها مورقه معانا من جوه، طبقات من جوه. يعني افردي العجينه فرد عشوائي وبروميها على شكل اسطوانه، وبعد كده طبقيها على 3 او 4 وسيبيها. لما نيجي نفردها بعد كده هتخلي البسكوت بتاعنا او السناكس بتاعنا عامل طبقات ومورق من جوه. هبتدي اول واحده انا فردتها، هبتدي افردها على شكل مستطيل وعايزاها تكون نص سنتي، تكون رقيقه جدا، عشان بعد كده هي انا معايا الخميره والبيكنج باودر ومواد الرفع بتاعتي، فمش عايزاها تكون عاليه معايا، تكون رفيعه. هبتدي اسويها واسوي الاطراف بتاعتها. طبعا التقطيعه دي على حسب ما انت بتحبيها، عايزاها صوابع، عايزاها مبروم، عايزاها قطع مربعه، اللي اولادك بيحبوه والسهل بالنسبه لك اعمليها. انا غيرت في النكهات شويه، جبت معلقه كمان من الجبنه الرومي وحطيتها على وش، فردتها بالمنظر ده كده. طبعا اللون الجبنه الرومي دي بتدي لون حلو قوي، انا بوريكم ان انا عملتها في مطحنه الخلاط عشان تبقى ناعمه معايا. تجي بقى قطعتها بقطعه البيتزا، تقدري تقطعيها بالسكينه زي ما انت عايزه، عملتها شرايح كده. ما حبيتش ان هي تكون طويله قوي، تكون ايه حجمها مظبوط. جبت الصينيه بتاعتي وابتدي اعمل شكلين من الايه اللي بالجبنه، وهقول لكم ازاي. هاخد واحد كده ابتدي ابرمه معايا زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده، تغيير في الشكل. يعني حابه تعمل سيبيه زي ما هو زي ما انا سبته زي ما انت عايزه والسهل بالنسبه لك، بس انا حبيت ايه اغير كده واعمل لهم اشكال كده، حاجات يفرحوا بيها فيها. لا برمت جزء بالمنظر ده وسبت جزء تاني زي ما هو حطيته. عايزه اقول لكم كانت طعمها حلو جدا، هي بنتي بتعشق اللي بالجبنه فكانت سهله، كانت طعمها جميل جدا. عملت الشكلين بالمنظر ده. اخر قطعه بالظبط فضلت معايا انا برمتها بايديا كده وشلتها وقسمتها بايديا. اللي بالجبنه ده خدت معايا صاج ونص زي ما انتم شايفين. تاني نكهه دي اللي انا هعملها بالزعتر معايا. طبعا انا سبتها ريحت لما طبقتها التطبيقات بتاعتها وبرمتها. هوريكم ازاي هتطلع بعد كده معايا مورقه من جوه العجينه. سويتها برضو بالمنظر ده كده، وهشيل الحروف الزيادات اللي موجوده معايا، والزيادات دي طبعا هنفردها تاني مع بعض تاني، مش هنرمي اي حاجه خالص وهنستغل كله. جبت بقى الزعتر اللي هو السوري ده وابتدي افرده على العجينه من فوق كده، عشان لما ابرمه يديني شكل حلو، يبقى لون من فوق ومن تحت. انا فردته كده فرده حلوه كده مع بعض. حابه تحطي مع الزعتر توم حطي، حابه تحطي زيت زيتون حطي زي ما انت عايزه. انا حطيت الزعتر بس. بص لما لفيته بقى كده الزعتر ادى شكل كده مموج مع العجينه البيضه، فكان احلى من انك انت تحطي الزعتر في قلب العجينه من جوه. شايفين الشكل جميل ازاي. تالت نكهه اللي هي كانت بالكمون، فردتها معايا بالكمون والبابريكا، ورشيت رشه كمون من على الوش. عايزه ترشي رشه بقى حبه البركه، عايزه تحطي سمسم، اللي موجود عندك حطيه. انا جبت القطعه المشرشره عشان تدي شكل معايا بالمنظر ده، وقطعيها مربعات صغيره. عايزه اقطعيها بقى مربعات مثلثات، جيبي قطعه مدوره وقطعيها، السهل بالنسبه لك. انا استسهلت بصراحه في المربعه دي فقطعتها كده بالسكينه ايه او بالقطعه مربعات كده. وجبت الشوكه وعملت خروم عليها كده، عشان مش عايزاها تقب معايا وتنفش، انا عايزاها تبقى السناكس بتاعتي تكون رفيعه كده ومقرمشه معايا. دي طبعا انا كنت عاملاها بالكركم، وكنت حاطه عليها
الشمر واليانسون. اديت رشه كمان ينسون على الوش كده، ورشه جبنه كمان كانت فاضله معايا، وخدتها وبتتقسم. شلت الحروف دي عملتها كده طويله عشان ما حبيتش ان انا ايه افضل اخد وقت مني كده. قطعيها بقى مربع، قطعيها مثلثات زي ما انت عايزه. انا بدي قطعتها شويه كده مثلثات على مربعات، وعملت فيها ثقوب من النص كده بالشاليمو كده، فادت شكل حلو كده زي شكل الجبنه كده، يعني ايه، يعني زي شكل الجبنه الرومي، مديها شكل حلو. حبيت اغير في الايه، في الاشكال كده لاولادنا عشان يفرحوا بيها، وفي نفس الوقت عشان ابين لهم اختلاف النكهات من الشكل والايه، والاطعام اللي موجوده فيها معايا. عملت شكل بقى المثلث والمربع، وعملت خروم كده، وابتديت طبعا بيستوي معايا على نار هاديه. انا عايزه السناكس بتاعنا على نار هاديه عشان تفضل مقرمشه معاكي، وتبقى ايه، تاخد لون ذهبي حلو كده. طبعا انت عارفه الفرن بتاعك بيبقى الحراره بتاعته عامله ازاي. انا حاطه درجه الحراره 180. قعد معايا 10 دقايق بالظبط، وفضلت اقلب في السيجار لحد ما طلع معايا باللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. كان مقرمش جميل وتحفه بجد، خطير، لازم تجربيها. ما كلفتش اي حاجه، تقدري تستخدمي نص الكميه اللي انا استخدمتها، وتغيري في الاطعام بتاعتك بالمنظر ده. ده اللي كان بالجبنه، بصوا جميل ازاي. وعايزه لكم كانت ريحته طالعه رائعه جدا. شايفين الطبقات من جوه مورق ازاي، ومقرمش كده وهاش. طعمه كان جميل جدا. عارفين شبه ايه؟ مش الباتون ساليه كمان، ليه الطعم السناكس كده بتاعته كانت جميله جدا. وتحس ان هو الطبقات مكان ما احنا لفيناه مورق من جوه، وهش طعمه حلو جدا. هتعملي على نار هاديه، وتقلبي السجون بتاعتك لحد ما طلع وخد معايا اللون الحلو ده. تقدري بعد ما يبرد تحطيه في برطمانات، في قلب علبه، تحتفظي بيه انه بعيد عن ان هو ما يخشلوش هوا، يقعد معاكي فتره طويله جدا. مع ان هو عايز اقولك مش هيقعد معاكي خالص، من جماله مش هيقعد بجد. انا حطيت كده في برطمان، وحطيت في علبه، واحتفظت بيه. وبجد لازم تجربوها، ومستنيه تطبيقاتكم. انا الحاجه الوحيده ما استخدمتهاش حبه البركه، نسيتها بصراحه. بس تقدري تستخدمي النكهات اللي اولادك بيحبوها. ما شاء الله الكميه جميله. شايفين من جوه عامل ازاي، ومورق ومهاش كده، طعمه حلو. ومستنيه تطبيقاتكم. يا رب الفيديو النهارده يكون خفيف على قلبكم، ما كنتش طولته عليكم. واشوفكم فيديوهات تانية، واقول لكم استودعكم والله الذي لا تضيع عنكم في رعايه الله وحفظه حبايبي.